أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي وأنا أسماء. هنعمل فطاير الجبنة هشة وطرية وحلوة جدا للفطار، والحلو اللي فيها إنها بتتاكل باردة مش سخن أو دافية، يعني بتبقى حلوة أكتر لما تبرد وتبات كده تاني يوم، وبنحفظها في التلاجة لمدة أسبوع، مش بتبقى محتاجة تسخين ولا أي حاجة، وبتفضل طرية وهشة. أول حاجة بنعملها الخطوة المهمة، وهي نخل الدقيق قبل أي مخبوزات. هنضيف 400 ملي من اللبن الدافي، وعليهم 200 ملي من المية الدافية برضو، وعليهم باكو خميرة جافة، ومعلقة كبيرة سكر. بندوبهم كويس مع بعض. هنضيف 200 ملي من الزيت، وبعدها هنضيف الدقيق. معانا كيلو من الدقيق، وكالعادة لما بنبتدي بإضافة السوائل في الأول بنضيف الدقيق شوية شوية مش مرة واحدة، فاحنا هنا ضفنا 700 جرام بس، والباقي حسب الحاجة، وعليهم معلقة صغيرة من الملح. وكالعادة برضو بنجمع الدقيق مع المكونات السائلة، وبعدها بنعجن كويس. ادي العجينة طرية معانا ومش بتلزق في الايد. هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة 40 دقيقة. كده العجينة خمرت، هننفس كمية الهواء منها ونشكلها ل8 أجزاء متساوية. نرش رشة من الدقيق ونبتدي نفرد كور العجين لأحجام متساوية كلهم قد بعض. بعد ما فردناها هندهنها بالزبدة. هنستخدم ربع كيلو من الزبدة للفرد. هنفرد العجينة التانية وبعدين نحطها على العجينة الأولى اللي فردناها ودهناها بالزبدة، وندهن التانية بالزبدة برضو، وعليها العجينة رقم 3، وندهنها برضو بالزبدة، وعليها العجينة الرابعة برضو ندهنها بالزبدة. كده احنا فردنا 4 كور، يعني خلصنا نص كمية العجين اللي معانا. هنبتدي بقى نطبق أول واحدة من فوق زي الظرف، زي ما هتشوفوها كده بالظبط. وعليها التانية بنفس التطبيقة، وبعدها التالتة بنفس التطبيقة برضو. وآخر واحدة الرابعة، وهندهن الأجزاء اللي كانت من تحت مش مدهونة. كده في الآخر هتدينا شكل المربع. هنرش الصينية أو طبق رشة من الدقيق، ونحط عليه الفطيرة بتاعتنا وندخلها الفريزر لحد ما نفرد باقي العجين اللي معانا. هنفرد ال4 فطاير المتبقية ونعمل معاهم بالظبط زي ما عملنا في الأول. هنفرد وندهن بالزبدة، وبعدين هنطبقهم على بعض نفس التطبيقة. كده بقى معانا فطيرتين. هنحطهم في المرحلة دي في الفريزر لمدة 40 دقيقة. بعد ما عدت 40 دقيقة هنخرج أول واحدة فردناها وطبقناها. هنفردها مرة تانية وهنرقها كويس على قد ما نقدر. عايزينها على شكل مستطيل علشان نقسمها لمربعات. بعد ما فردناها هنقسمها مربعات طولها يعني حوالي 10 سنتي. هنحشيها جبنة بيضة. حابين تغيروا في الحشوة غيروا. نقفل الأطراف مع بعضها.
ونقفل الفتحات كويس. هنرق العجينة التانية ونقطعها ونحشيها ونقفلها زي ما عملنا في الأولى. هندهن الوش بصفار بيضة وعليها معلقة كبيرة من اللبن وزيها من الزيت. هنعمل فتحات بالسكينة على الوش من فوق، وبعدها نرش الوش من فوق بالسمسم. هنسخن الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 200 لحد ما ياخدوا لون من تحت. بعدها بنفتح الشواية ياخدوا لون من فوق. وصفتنا خلصت، بس ان شاء الله وصفتنا اللي جاية مش هتخلص. لو اول مرة تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسماء. بالهنا.